مساء الخير يا صباح الخير في أي وقت أنتم تشوفوا الفيديو. تحية لكل المشتركين والمتتبعين لقناة يمنية في باكستان. أتمنى تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. رجعت لكم فيديو جديد وهو فيديو كيفية عمل حلوى الحليب. حلوى بسيطة ومتوفرة موجودة في كل بيت. خلونا نشوف الفيديو ونتبع الطريقة والمقادير. بسم الله نبدأ. معانا هنا حوالي كوبين من الحليب بودرة النشا. أي نوعية حليب بودرة متوفرة عندكم تقدروا تستخدموه. أيضا كوب من السكر، وكوب نصف كوب نشا، وثلث كوب من زيت الطبخ، زيت ذرة، زيت عافية، أي موجود عندكم تستخدموه. عندك كاجو اختياري مع ياقوت، وأيضا نصف كوب من الماء. في البداية أنا أضفت الماء مع السكر وفتحت النار على متوسط، خليتها على متوسط. بعدين حركت السكر قليل، تركته حتى يغلي الماء مع السكر. عندما يبدأ يغلي الماء أضفت الزيت، وبعدها أضفت النشا، وبعدين أضفت الحليب البودر. بعد ما نضيف المكونات نحركهم سريعا، بسرعة حتى إنه ما يتكون معنا كتل. بعدين أنا أضفت الكاجو. في حال إذا كان الكاجو هذا مش متوفر معاكم تقدروا تستغنوا عنه لأنه اختياري، بس أنصح تجربوا بها مع الكاجو لأنه طلعة الحلاوة شيء خرافي. بعدين أنا أضفت ماء الزهر. أو تقدروا تضيفوا أنتم إذا كان متوفر فانيلا تقدروا تضيفوا ماء الزهر. أيضا إذا تقدروا أيضا تضيفوا الهيل. بعدين في هذه الحالة أنا أقوم بوطيت النار إلى أقل من المتوسط، وأستمر في التحريك حوالي ما بين 20 إلى 30 دقيقة. ما تركتها ولا ثانية. أهم شيء ما تتركيها ولا ثانية، لأنه إذا تركتيها ولو حتى ثانية أو ثلاث هو الحليب يحرق بسرعة لأن الحليب سريع الاحتراق. وأهم شيء إنك تخلي النار أقل من المتوسط حتى النتيجة يعني يكون عندك الحرية، يعني تكون مطمئنة تطبخيها وأنت مطمئنة ما تحرق عليك. كيف نعرف إني تكون يعني النتيجة مضبوطة؟ عندما تكون بهذه الطريقة بهذه الحالة، شوفوا أول ما تبدأ بدأت تبدأ تلصق في الوعاء، خلاص بدأت تعطينا إشارة إني بدأت يعني تجهز معنا. فعندما تكون الحلوى ما تلتصقش في الوعاء فيكون هذا معناتها هي جاهز. مع ذلك نستمر في التحريك. أهم شيء في الحلوى هذه تكون المقادير مضبوطة، لا نزيد فيهم ولا ننقص منهم. خلاص هذا يكون جاهز، هذا يكون هو القوام المطلوب. شوفوا ما تلصقش في الوعاء. بعدين نجيب أي قالب من المتوفر معكم يكون مستطيل، تدهنوه بالزيت أو تضيفوا ورقة زبدة أو نايلون طعام، يقولون مشمع الطعام النايلون. ليش؟ حتى أن أنتم عندما تضيفوا النايلون أو ورقة الزبدة عندما تيجوا تخرجوها من القالب لسهولة القالب، لأنه عندما تضيفوها زي ما أنا أضفت
كانت مشكلة يعني عندما خرجت الحلوى من الوعاء. فإذا كان متوفر عندكم نايلون الطعام أو الزبدة يكون أحسن. بعدين نفردها إن نحاول إن إحنا نوزعها في القالب متساوية، ونتركها في الثلاجة حوالي 15 دقيقة. إذا الجو بارد تقدروا أيضا تخلوها يعني خارج الثلاجة، ما يحصل لها أي شيء، ما تخرب ولا شيء، حتى تبرد تماما. بعدين نقوم نقطعها. إذا هي في الثلاجة تأخذ ما بين 15 دقيقة بس. الكتل اللي موجودة هنا قدامكم هي مش كتل حليب، هي الحبات الكاجو المجروشة اللي فيها. بعدين نقطعها هكذا. هذا في اليوم الأول تكون شكلها هكذا. حتى لما نتركها خارج الثلاجة تكون يعني لأنه طبعا ما تخرب شيء، خاصة لما ما يحصلش أي شيء. شوفوا هذا في اليوم الأول. في اليوم الثاني يكون شكلها زي الرملة يعني. شوفوا هذا هو الشكل في اليوم الثاني، هذا هو شكل يعني طعمه خرافي، يكون مثل الرمل، تذوب يعني في الفم. أتمنى أنتم تستفيدوا من الوصفة، وأشوفكم في فيديو جديد.